أيها الموحدون عباد الله، هذه هي أيام العشر الأواخر من رمضان. هذه هي درة الأيام وأعظمها. هذه هي أجمل الأيام عند الله تبارك وتعالى. حسبك أن فيها ليلة القدر، حسبك أن فيها أعظم الليالي عند الله، حسبك أن فيها ليلة عبادتها خير من 1000 شهر. إي والله، ما أجملها من ليلة، ما أعظمها من ليلة. ليلة تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض عباد الله، ليلة تكثر فيها الملائكة أكثر من عدد الحصى، ليلة تتنزل فيها الملائكة إلى الأرض أيها الحبيب. إنها ليلة، وما أدراك ما هذه الليلة. يطلع الله تبارك وتعالى إلى عباده فيغفر لكل عبد. يا الله، إنها ليلة القدر، إنها أعظم الليالي عند الله. فأين المشمرون عن سواعدهم؟ أين هؤلاء الذين يقبلون على الله تبارك وتعالى في هذه الأيام؟ أين هؤلاء الذين يتركون الدنيا بأسرها، الذين يتركون المال، الذين يتركون الجاه، الذين يتركون السلطان من أجل أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى بطاعة، من أجل أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى من أجل نيل جنة عرضها السماوات والأرض؟ تذكر عبد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا من تريد الجنة عليك بالقيام، يا من تريد الجنة دعك من النوم والسواد، يا من تريد الجنة أقبل على الله تبارك وتعالى، يا من تريد الجنة صف قدميك بين يدي الله تبارك وتعالى، يا من تريد الجنة هذه هي أبواب الجنة مفتحة. إن لم تدخلها الآن فمتى؟ إن لم ترجع إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام فمتى؟ إن لم تقبل على الله تبارك وتعالى في هذه الأيام والليالي فمتى؟ إن لم تصف قدميك في هذه الأيام العشر فمتى؟ إن لم ترجع إلى الله تبارك وتعالى فمتى؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمع ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك لرجل. يا الله، إن الله عز وجل ليضحك لرجل، ويا ليتنا هذا الرجل. نعم أيها الأحبة في الله، انظر ماذا يقول رسولنا وحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك إلى رجل. من هذا الرجل؟ لنكون مثله. من هذا الرجل؟ لنتشبه به. من هذا الرجل؟ لنقتدي به. من هذا الرجل؟ لنسير على نهجه. من هذا الرجل؟ لنصف قدمينا بين يدي الله تبارك وتعالى مثل ما فعل عباد الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليضحك إلى رجل، ليضحك لرجل ترك أهله وترك فراشه، ترك زوجته وترك لحافه، ثم قام بين يدي الله تبارك وتعالى يناجي ربه سبحانه وتعالى، يطلب عفوه سبحانه جل وعلا، يريد مغفرته سبحانه عز وجل وعلا. يا الله، فيقول الله عز وجل لملائكتي: يا ملائكتي ماذا يريد عبدي وهو أعلم؟ سبحانه. فتقول الملائكة: يا رب يريد الجنة ويخاف من النار. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيته ما يريد وأمنته مما يخاف. يا الله، أين هذه الجائزة؟ هل هناك أعظم من هذه الجائزة؟ هل هناك أعظم من هذه المنح؟ هل هناك أعظم من تلك الفرص؟ ألا إن في أيام دهر أحدكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيبكم نفحة فلا تشقوا بعدها أبدا، لكي تقف وتنادي في آخر رمضان: من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المحروم فنعزيه.